قرار اللجنة تفضلي. معالي الرئيس، إذا كان الخوف من خطورة انتقال العدوى فيجب أيضا حجز المريض. يعني إذا كان طالب ما يروح المدرسة، إذا كان موظف لا يروح يشتغل. زين، إذا كانت حجزوها بروحها، حطوها في غرفة مغلقة بروحها وخلوها على أساس ما تنقل بعد المرض لأحد ثاني. احنا يا جماعة اللي نبغى يعني نركز عليه هي نقطتين مهمتين. النقطة الأولى أن هذا المصاب يا جماعة لا ينقل المرض بشكل مباشر عن طريق اللمس أو التنفس، فبالتالي احنا ما نبغي نحجزه لوحده بعيد عن المجتمع. هذا جانب. الجانب الثاني، لقد وضعنا في النص أصلا في قرار مجلس النواب، إذا لاحظتون وياي النص، ما هو النص؟ للمتعايشين مع الفيروس الحق في حضانة الطفل مع عدم الإخلال بالأحكام المنظمة لها. الأحكام المنظمة شنو هي؟ أن الأم لازم تعرف الواجبات اللي لها واللي عليها تجاه طفلها، هذا اللي احنا نركز عليه. فبالتالي ما دام وجبت أو وجود كل هذه النقاط في أمن وسلام للطفل، يجب أن يعيش الطفل مع والدته حتى لا يتربى في يتم وبعد عن أمه. شكرا دكتورة، سعدتنا.